الحمام المحشي فريك حلو وجميل جدا، هنعمله بأسهل طريقة. عندي الحمام متنضف وجميل جدا ونقعته في مية وليمون، والكبد والقوانص والفريك بتاعنا كبشة لكل حمامية هنغسله وننقعه. وهنتبل الحمام بالبصل وملح وفلفل اسود من جوه وبره وما بين الجلد كويس جدا. بعد كده رشة من الملح ونبدأ بقى نعمل الفريك. حلة سخنة ومعلقة من السمنة تسيح، ننزل بالقوانص تتشوح وتاخد لون، ننزل بالبصل يتشوح، وبعد كده هنحط ربع كوباية من المية عشان خاطر نسوي القوانص. بعد كده ننزل بالكبد تاخد تشويحة. بعد كده الفريك وعليه ملح وفلفل اسود ونقلب كويس جدا. هنضيف ربع كوباية من المية المغلية ونسيبه ونغطي عليه لغاية ما يبقى نص سوا ويبقى كده جاهز نقدر نحشي الحمام. هنحط معلقتين في البطن ومعلقتين عند الرقبة ومعلقة في كل جنب من عند الورك تحت الجلد، ولو في اي جلد مقطوع نقدر نداريه بالاسترتش كده. الحلة عندنا المية غلت، هنحط الحمامة من عند الرقبة وننزلها على ظهرها مش بطنها. مدة السوا 3/4 ساعة من بعد الغليان. بنحط الملح في الآخر وبعد كده بتبقى جاهزة معانا. هجيب معلقة من الصلصة ومعلقة من الزيت وهحط ملح وفلفل اسود عليها وهدهن بيها الحمام من ظهره ومن البطن كده من كل جهات ونحطه تحت الشواية بياخد اللون الحلو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عاوزة تشوفي الفيديو بالتفصيل هتلاقيه على صفحتي وقناتي وصفة هدير سعد.